تحت شعار إحياء التراث ذاكرة تاريخية يقيم مركز هنداسة الثقافي للتراث والأرشفة المهرجان الثالث لرابطة المتاحف التراثية العراقية المصادف 11/11/2022 في قضاء الصويرة منطقة الشجيرية. كونوا معنا وحياكم الله من قناتنا قناة طارق المناص، وهلا بكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومتابعينا في قناتنا قناة طارق المناص. أنا بصراحة سميتها القرية التراثية وتستحق ذلك. المكان موقع ريفي جميل على نهر دجلة، منطقة الشجيرية التابعة إلى قضاء الصويرة. اللي شفته اليوم شيء رائع جدا. قطعت مسافة ما يقارب حوالي 250 أو 200 كيلو حتى أحضر أنا وأصدقائي إلى هذا المكان حتى أنقل الصورة الجميلة لهذا المتحف الشعبي الجميل التراثي. متمنيا للأستاذ هادي هنداس طولة العمر والله يحفظه، ونتمنى لكم أيضا السلامة، وتابعونا وراح تشوفون إن شاء الله الأجمل والأحسن. إن عجبكم الفيديو شجعونا وانطونا لايك. حياكم الله وهلا بكم. هذه التحف الجميلة فيها طبيعية، يعني من الطبيعة. على سبيل المثال هذه القواقع، وهذه نجمة البحر مثل ما يقولون، الحلزونيات، يعني شوف الصدفيات جميلة. هنا موضوع آخر، موضوع الجداحات، يعني الجداحات القديمة مع السكاير. يعني هنا عندنا هذا الشخاط القديم، طبعا حلو محافظين عليه. يعني الساعات الجيب القديمة حلوة ما شاء الله. الأستاذ هادي يعني معتني اعتناء كلش كبير بالتراث، واحنا تعنينا اليوم إلى حتى نوثق هذا الجمال، والجمال ما بعد جمال، اللي هي أصبحت ذكرى. مجاميع من الأوتي الفحمي، يعني الحراري، هذا أوتي الفحم. هنا هذه الماكينة أعتقد السنجر، يعني هاي الماكينات الخياطة. ما شاء الله شيء حلو راقي. هنا جناح آخر للهواتف القديمة، الهواتف القديمة وبها الحديثة يعني اللي اجت من تالي، لكن أكثرها طبعا انتهى عملها. السلام. هنا صور للرؤساء، هنا يبديهم الملك فيصل الله يرحمه والعائلة الملكية، وهنا مجاميع أيضا من التحفيات الجميلة اللي قاعد نشوفها، يعني شغلات حلوة. هنا ها القواري شاي تذكرنا قبل القوري من ينفطر ينكسر ما ينذب طبعا،
كانوا اكو ناس إله يشتغلوه، يعني يصنعوه يعيدوه من جديد وخلوا له فد يعني واقية نال لاله وغير ذلك. حلو الشغلة الجميلة، يعني لما تكون بهذه الحافظات، يعني هاي دلالة على الحرص اللي موجود من الأستاذ هادي الله يحفظه، واللي معاه أيضا اللي عاونوه. مجموعة من الساعات الأصلية، طبعا هذه كلها ساعات أصلية. أواني. هنا موضوع الكاميرات، هذا يخص أهل التصوير طبعا. كاميرات القديمة احنا ما نقدر نطلع لأن هذه حاجة محتفظين بها يعني. هذه كلها كاميرات، شيء حلو. هذه النحاسيات طبعا اللي هي كان هذا يسمونه حنفية أم الخير آنذاك. وما ننسى النخلة الشامخة العظيمة اللي متوسطة المتحف هذا هو العراق، هذه إيقونة العراق اللي هي النخلة. جامعة حلوة وممتازة، وهاي الدليل على أنه هذا ذوق رفيع. يعني جئنا حتى نوثق، لأن هذه مقتنيات من الصعب واحد يقدر يجمعها. على العموم أنا أتمنى للأستاذ هادي هنداس التوفيق، وأشكره والله يطيل في عمره على هذا العمل الجميل والمقتنيات الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعري يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى لما يريد يكرمه أعلى درجة من التكريم هي يعطيه الحكمة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني قبل إذا واحد هنا يجي يزورني شخص واحد أتعلم منه معلومة، بس هذا الجمع الخير اللي يجي اليوم هالكم هذا يزيد. يعني دائما أنا هم أعلم ولدي على درس اسمه منتال تريننج بالانجليزي، يعني التدريب العقلي. اقول له بابا نمي عقلك، لا تركز على بطنك. فهاي الناس اللي اجت اليوم فرحه وغبطه وسرور وزياده معلومه، وثمره جهدي هي هاي الناس اللي اجت. وشفت البسمه والانتشار عليهم والشكر. يعني الانسان شو يريد يحصل اكثر من هذا؟ وانا اشكرك على هاللقاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هذه الشيبه الجميله اللي اجت وقطعت هذه المسافه الطويله، اول عرف اسمك للجمهور. أنا مهندس استشاري مقداد البغدادي. شنو مشاعرك وانت تشوف هذا الكرنفال؟ يعني انت هسه قطعت المسافه، هل انت نادم؟ لا بالعكس، اصلا يعني قلبي كبير مليان سرور بهذه المبادره الفرديه. يعني احنا هواة انتيكات، رغم يعني
وتجار أنتيكات. اي، وعندنا مكتبة ومتحف لأخي الدكتور طالب البغدادي اللي أنا رئيس مجلس الإدارة وعلي ابني المدير المسؤول. شو تقول أستاذ هذه انداس على هذه المشاركة وهذه التظاهرة؟ والله هذه يعني مش أقول لك، يعني لا تقدر بثمن. يعني هالمجهود الفردي هذه ودعوة الجمهور هذا من شمال إلى جنوب العراق، يعني ما يعني لا وزارة الثقافة ولا لازم يكون دور لها صحيح. اي والواقع انه تبقى ان الحكومه لا تدخل ايدها. باكر عقبه يقول لك اممها، لا خليها هيجي واحنا ان شاء الله نكون في سند له. السلام عليكم. طبعا هو يقول ما عندي مصلحه وياه، انا عندي مصلحه وياه، مصلحتي وياه انه دائما بالاحتكاك وياه ما يقصر بمعلومه ابدا، دائما متفاني لبناء تراث العراق، يحافظ على تراث العراق، ودائما يتفقد الاخرين، كل اصحاب المتاحف والمشاريع دائما عنده لمسه. بصراحه انا كان ما اقدر اوصل لهالمرحله لما استاذ صباح، وارحب بجميع الحضور مع حفظ الالقاب، كلكم على راسي، كلكم اخوتي، كلكم تجشمتوا عناء السفر. أنا اليوم إذا تعبت 3 سنين بناء هذا الصرح، سعادتي هي هاللحظة هاي، أهلي موجودين وفرحان بيهم وتحملوني هواية لأنه دائما تاركوا، فأنا أحب أشكر عائلتي أولا، جميع الحضور، ومرحبا بكم وأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اللي شاهدناه واللي شفناه واللي أنت حضرتك طبعا شاهد عليه، هذا نسيج اجتماعي يعني من كل محافظات العراق، خلينا نقول من زاق والفام، من الاخوه الاكراد، الاخوه المسيحيين، التركمان، الكلدوء الاشوريين، اصحاب متاحف، اعلاميين، ادباء وشعراء، وجمعنا تحت رايه الاستاذ هادي هنداس في هذا المهرجان. وبنى هو الرجل ماله الخاص طبعا، حرص ان يبني قريه من الطين، قريه قديمه بها تقريبا 5000 قطعة، بما فيها جرار قديم عمره بال120 سنة، مضخة ماء رستن من زمن العثمانيين اللي كانوا يسموها قاهر دجلة رستن، آلاف القطع القديمة. رجل يعني حرص أن يستثمر أمواله في بلده من أجل نهوض تاريخ وتراث العراق. أيضا أستاذ طارق أنت لك بصمة بالإعلام، رجل تحضر في كل المناسبات، توثق الشاردة والواردة، وأنا أحييك طبعا، تقطع مسافات طبعا بعيدة، يعني أي مكان تحس به فشي به منفعة للعراق ولتاريخ وتراث العراق، أشوف أنت لك به بصمة. جهودك طبعا مشكورة، هذه لا هي حقيقة يعني حتى لا نجامل يعني بصراحة. هنا طبعا هسه كل الاخوه اللي موجودين قلت لك يمثلون شعراء وادباء واصحاب متاحف، وكلهم تحت خيمه واحده هي خيمه مهرجان الاستاذ هادي هنداس. نتمنى ان شاء الله العراق يستمر بهذا النشاط وبهاي الحيويه، وجروب السيارات القديمه اللي تعنوا من بغداد وقطعوا حدود تقريبا فوق ال100 كيلومتر، رغم سياراتهم من نقول قديمه يعني سياره هي السياره الحديثه اللي تمشي بهاي الشوارع، فكيف السيارات القديمه؟ شكرنا وتقديرنا لهم وكل الأخوة اللي حضروا وجشموا عناء السفر، أهل سهل نينوى، أهل البصرة، أهل السماوة، شكرا لكل أخوتنا، شكرا جزيلا. وإلك أستاذنا العزيز أستاذ طارق الياسري الإعلامي المتميز الرائع، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اليوم الشوفر اليت ما شاء الله مسيطر يعني. سبق واحنا سوينا برنامج عن هذا الموضوع، موضوع السيارات القديمة، وشفنا الشوفر سيطر تماما. هذا أيضا موديل قديم، هذا الشوفر أيضا ألوان زاهية جميلة.
يعني يستحيل الشركات بالوقت الحاضر تقدر انه تنفذ هذه السياره السابقه طبعا للاخ علي العقيلي. طبعا سبق وان سوينا لهم لقاءات ومعاهم هاي السياره كانت معشوقتي، يعني اول ما فتحت عيني بالدنيا هذه الشوفر كانت استوها نازله اعتقد يعني لا يعني عبرت كم سنه واتذكرها كان السياره صفراء وكان صاحبها مظفر الله يرحمه، مظفر الحج مهدي. شوف هذا اللون الثاني، هذا الدوج. طبعا عجبتني هذه السياره برغم القدم لكن اشوفها جديده وموديلها حلو، لونها ايضا حلو. هم شوفرليت هاي ها، حتى رقمها هم حلو ما شاء الله. هذا شوفر يسمونه شلون البيكن؟ اي بس هذا قد موديل شيء راقي هاي، يعني هذه السيارة لا أقدم. اليوم والله مشاركتنا هنا اليوم بالتراث العراقي، فاحنا من ضمن المشاركين بالسيارات الكلاسيك العراق التراثيه، فدعوه اجينا من بغداد الى الصويره. الاعداد جاي هسه ربع الجروب، احنا جروبنا يطلع حوالي 50 الى 45 سياره. اليوم انا جيت ب 20 سياره من سيارات الكلاسيك متنوعه. هم عانيتوا بالطريق؟ لا زين يعني العالم كليتها يعني سعد يقول عانوا بالطريق وسيطرات، هي اجراءات رسميه اي، بس لا زين يسهلون امرنا، يعني من يشوفون السيارات مالتنا فيسهلون امرنا يخلونا نفوت. اي يعني مثلا انا بالمقدمه من يسالوني وين رايحين او كذا وعلى مسؤوليتي فندخل تيالي يسالون امرنا. اتمنى لك الموفق. اشكرك انا ممنون. والله هاي السياره يعني انا بديت بيها كتصليح، اشتريتها وعمرتها وصلحتها وتعبت عليها شويه وكملت كل اجراءاتها وغراضها من برا، جبت غراضها كلها من برا وكملتها كل الصبغ مالتها غراضها كمالياتها. يعني هذا الجلد هذا حقيقي هذا اللون؟ لا مو لونها هذا من انا يعني اشتغلته بس شيء راقي. اي راقي زين. جامته حقيقيه كلها على البلاد، السياره كلها جاهزه. نيكا البلادي، سياره بلاديه، شوفرليت امباله 65 ما شاء الله. ان شاء الله تشوف خير. اشكرك والعافيه عليك. اشكرك استاذ. نشجع طبعا، اشكرك، نشجع العراقيين اللي عندهم هذه الفكره او هاي اللي انا اتيك بقول، بس انت اكيد هاي عندك اغلى من الجديد. اغلى من الجديد، تعبان عليها كثير. شايف الخير. اشكرك استاذ، اشكرك استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في مركز هنداسة ثقافي في منطقة الصويرة. صراحة من المهرجانات الجميلة اللي حدثت هو اليوم مهرجان مركز هنداسة ثقافي. يشرفنا الحضور في هكذا مهرجان اللي يجمع أطياف الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. جميع أطياف الشعب العراقي اليوم متواجدة في هذا المهرجان، دليل على روحهم الوطنية ودليل على أنه التراث هو الوطن، التراث هو المستقبل،
واللي ما عنده تاريخ وما عنده تراث ما عنده مستقبل. الله يرحم والديك. وطبعا اليوم جمعتنا صدفة عزيزة مع أحد أحفاد قادة ثورة العشرين، حفيد السيد نور الياسري، المجاهد السيد نور الياسري اللي هو قائد ثورة العشرين في الفرات الأوسط. طبعا اليوم جمعتنا صدفة عزيزة وسعيدة في مهرجان ثقافي، دليل على أنه هذا المهرجان هو لجمع كلمة العراقيين ولصف الصفوف وللوحدة العراقية. وهذا دليل على أنه العراقيين وحدة واحدة. نعم، دليل على أنه العراقيين وحدة واحدة، لا تجزئهم الطائفية ولا الظروف الصعبة، وإنما كلما مر عليهم طارئ من طوارئ الزمن يزدادون توحدا وتماسكا وإصرارا على التوحد والإصرار على البقاء والاعتزاز بتاريخهم وتراثهم وشخصياتهم العظيمة اللي ضحت وجاهدت وصنعت لنا هذا العراق اللي نتمنى أنه نسلمه لأولادنا بأحسن مما هو عليه إن شاء الله. الله يبارك فيك. الحقيقة والله هي فرصة، يعني حقيقة فرصة من العمر، وأنا أشكر حضرتك سيد طارق الياسري على هذه الدعوة الكريمة اللي كنت حضرتك أنت سبب الحضور هذا اليوم. عرفتنا على ناس يعني نقدر نعتبرهم من صفة المجتمع العراقي، يعني مجموعة من الطوائف اجتمعت بهذا اليوم يجمعها التاريخ وتراث العراق اللي كل احنا يعني فخر واعتزاز بهذا التاريخ وبهذا التراث العظيم. ونتمنى انه هذا الممارسة انه تنتقل من الممارسات الشخصية وعلى القطاع الخاص الى يعني مهرجانات وكرنفالات دولية حكومية تتبناها الدولة، لان هذا واجبها. ومع الاسف يعني نشوف انه اشخاص معدودين يتبنون هكذا فعاليات بهذا المستوى الراقي من النجاح وبهذا المستوى الراقي من العطاء، والله يوفقهم ويبارك بهم. نشكر الأستاذ هادي الهنداس على هذه الجمعة المباركة، ونشكر كل من ساهم وشارك وحضر، وجزاهم الله خير جزاء المحسنين. أنا أحمد كفري من قضاء كفري محافظة السليمانية، صاحب متحف تراث بيت التراث في قضاء كفري ورئيس رابطة المتاحف التراثية العراقية. أستاذ أحمد، شنو مشاركاتكم؟ طبعا احنا مشاركاتنا كالعاده، هذه مو اول مشاركه لنا، احنا اينما تواجدت المهرجانات التراثيه والفنيه نحن متواجدين طواعيه. تلقانا احنا كل واحد جايين من محافظه، يعني اللي قاطع عندنا 6 ساعات و7 ساعات. احنا غايتنا اسناد ودعم التراث العراقي بكافه اطيافه. موجودين احنا من كافه القوميات، كردي وعربي وتركماني ويزيدي ومسيحي، وموجودين ويانا اخواننا التراثيين الاحباء من بغداد. هذا شيء مفرح انه احنا نشكل فسيفساء الطيف العراقي، وهذا المرجوة احنا من العراقيين ان احنا نكون كلنا ايد وحده ونحافظ على تراث بلدنا جميل. تحية لك. اشكرك استاذنا العزيز، طبعا انا من متابعينك وتابعك يعني بشده. ان شاء الله ان شاء الله استاذنا العزيز، ممنون. ان شاء الله بعد رحلات اكثر ولقاءات اكثر ان شاء الله استاذنا العزيز. يسلمون على كل اهلكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واذا تريد نعرف للجماعه استاذ، طبعا استاذ قاسم غني عن التعريف، استاذ حسين العبطان من بغداد، هذا الرجل الرائع بصراحه. نعم استاذ سمير الصالحي من متحف جلولاء. عندنا الاخ هنا من شمشمال ويا من محافظه السليمانيه، ويا الاستاذ خليفه الرنان اللي هو صاحب متحف خليفه الرنان في شمشمال. استاذ حبو، عندنا حبو كوكونا طبعا من الموصل، صاحب متحف برطله. واستاذنا العزيز استاذ حيدر، الشخصيه العراقيه الانيقه
نعتز به بصراحة. وعندنا موجودين هواية من عندنا من البصرة جايين، ومن قرقوش أيضا جايين، صدغادة موجودة هنا يعني. وأنا أعتذر إذا أنا ما ذكرت أحد من عندهم. بصراحة هذا الاحتفال شيء جميل يعني، يبهرنا إنه يخلي أحيانا الإنسان ينسى الأسماء. أرجو المعذرة من الجميع. احنا ممنونين من عندكم ومن كرم ضيافتكم ومن أهل الجيرية الكرام وأهل الصويرة ومن شيوخ عشائرها ومن الأستاذ هادي هنداس بالذات. شكرا جزيلا أستاذنا الممنون. وهذا الكرنفال يعتبر عيد مبارك على كل الحضور وعلى المنطقة. فأنا بدوري أشكر الشيخ الحاج أبو أحمد حج هادي هنداس، وأقدم له هدية باسم الحضور وباسم الغياب محافظة واسط جميعا وقضاء الصويرة بالذات بالخصوص. فما قدمت الهدية ما جبت له شيء، فباسمكم وأتشرف أنه أقدم عباتي إلى الحاج هادي هنداس على هذا الكرنفال الجيد وعلى هذا المهرجان. حقيقة عادنا للأيام القديمة للزمن القديم، حلاوة الحضور، حلاوة الفن، حلاوة الديكور. فبارك الله به، بارك الله به، بارك الله به باسمكم، وشكرا جزيلا. شكرا للشيخ ابو حاتم. شلونك؟ شلون هناك هديه مقدمه من المخرج والاعلامي الاستاذ طارق الياسري، وهي لوحه تاريخيه للاستاذ هادي هنداس. فليتفضل الاستاذ هادي هنداس لاستلام الهديه. إلى هنا انتهت الرحلة معاكم أعزائي المشاهدين ومتابعينا في قناة طارق المقناص، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. واليوم كان كرنفال جميل جدا، جمع وجوه عراقية وجمع انتيكات عراقية من هذه السيارات الجميلة وهاي الوجوه الجميلة اللي الله أكرمنا بها. طبعا نشكر الأستاذ هادي هنداس اللي عرفنا على هاي الوجوه وقدم لنا هاي الإيقونة العراقية الجميلة من سيارات قديمة ومن تحفيات موجودة. هذه حقيقة مو كل واحد يقدر يبادر بها لأن وراها جهد كبير. إذا عجبكم الفيديو شجعونا وانطونا لايك.
تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.